السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. ايه رأيكم بقى في حلويات المولد دي؟ شكلها طبعا بيتكلم عن نفسه. هنعملها النهاردة مع بعض ان شاء الله بطريقة ناجحة، وان شاء الله من اول مرة تعمليها تظبط معاكي. شايفين بقى الفولية ولا السمسمية ولا الحمصية؟ حاجة كده. اللهم بارك. معانا ايه يا حبايبي؟ معانا نص كيلو من الحمص، انا جبته من المقلة بتاعت اللب، ونص كيلو من السمسم، وكمان فول سوداني. همسك السمسم بتاعي انقيه الاول وهحمصه عشان نعمل بقى العقدة بتاعتنا. ربع كيلو من السكر او كوباية من السكر كاملة، مج الشاي العادي، عليها تلت معلقة، تلت كوباية من المية، وكمان معلقتين كبار من عسل الكلوكوز اهو. وده لازم وضروري يا حبيبتي في الوصفة. بعد ما حطيته كده هطلعه هعمله بقى على النار. ودي كمان ريحة الورد، عشان طبعا ايه، كأننا جايبينها من برا. بحمر اهو يا حبيبتي في السمسم اهو. طبعا معايا صينية كده حلوة، دهنتها زيت فوق وتحت، وحطيت كيس تلاجة. اول ما حسيت كده ان العسل بتاعي خلاص اتعقد كده اهو، على طرف المعلقة هحط شوية كربوناتو. دي هتخليها هشة وجميلة ومش مكتومة. اول ما فرت معايا نزلت بالسمسم، قلبت طبعا بسرعة، اوام اوام يا حبيبتي، عشان ده لو برد مش هتعرفي تعملي فيه حاجة. حطيته اهو في الصينية، وكمان سويته بالمردنة زي ما انتي شايفة اهو. وبدأت طبعا السكينة بتاعتي مسحتها مسحة زيت، وبدأت أقطع. في أسهل من كده؟ لا مفيش، بس الحاجة دي تعمليها بسرعة بسرعة. شايفين الجمال بقى؟ قطعتها اهو بكل سهولة. طبعا بقى صوابع، مربعات، التقطيعة اللي انتي حباها، بس انا قطعتها كده عشان كأنها جايبينها من بره. حاجة طبعا بقى هنعمل برضو تاني نوع، نفس المقادير بتاعتنا. ربع كيلو من السكر او كوباية من مج الشاي العادي، عليها تلت كوباية من المية، وكمان معلقتين من عسل الكلوكوز. اوعي تنسي المورد او ريحة الورد، ده اللي هيخليها زي الجاهزة بالظبط. طبعا الفول السوداني انا مش بحمصه، انا بس ايه، بسخنه كده على النار، عشان لما العسل ينزل عليه يقفشوا مع بعض ويمسكوا كده في بعض، مش بيتخانقوا، هيمسكوا مع بعض. اول ما فار معايا برضو كده العسل بتاعي، نزلت بسنة من الكربوناتو. اول ما فارت كده نزلت بالفول السوداني اهو زي ما انتوا شايفين. برضو في الصينية دهنتها دهنة زيت، وعليها كيس من التلاجة، وفردتها كده بس بسرعة اهو زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ ان انا يا حبايبي هقطعها برضو بسكينة تكون مدهونة زيت، عشان ما تمسكش في الفول ومعرفش اقطعها. وكمان المعلقة الخشب دي تكون برضو مدهونة زيت اهو. في اسهل من كده؟ لا مفيش. معلش الفيديو طويل شوية عليكي، بس حبيت اجمعهم لكلهم في فيديو واحد. اكتر حاجة طبعا احنا بنحبها في حلاوة المولد هي طبعا السمسمية والحمصية والسودانية، وإن شاء الله هنعمل برضو حاجات تاني كتير. هنا برضو جيت للحمص، سخنته برضو كده في الطاسة، ونفس مقادير برضو العسل بتاعي. ربع كيلو من السكر، تلت كوباية من المية، ومعلقتين كبار من عسل الكلوكوز. اوعي تنسي ريحة المورد، لو مش عايزة موارد ممكن تستبدليها بفانيليا اهو. في اسهل من كده؟ لا مفيش. برضه هسوي يا حبيبتي كده الحمصية بتاعتي وهقطعها. شايفين؟ اوعي ايدك لانه بيبقى سخن جدا، بس معلش الخطوات دي لازم بسرعة، عشان لو بقى بردت مش هتعرفي ولا تقطعيها ولا هتديها الشكل اللي انت عايزاه اهو. ايه رأيك بقى؟ حاجة حلوة ونضيفة عملتيها في البيت، وانت عاملاها بايديكي، وعطيتنا كمية اللهم بارك. شايفين؟ لو وصلتي بقى لحد هنا متنسينيش في اللايك والشير، ودعوة حلوة منك يا حبيبتي، وتدوسي على الزر الكل عشان يوصلك مني كل جديد. شايفين؟ حاجة كده اللهم بارك. عملتيها في البيت بكل سهولة، وإمكانياتك انت، والكمية دي انت اللي بتحدديها.
نص كيلو، كيلو، ربع كيلو، مفيش مشكلة خالص. طبعا استنيت بقى يا حبيبتي لما بردت وطلعتها كده. تقدري برضو تحتفظي بيها في اي علبة محكمة عندك. شايفين الجمال، شايفين الكمية، حاجة كده اللهم بارك. شايفين بقى السمسمية القمر دي بصراحة اكتر حاجة بنحبها في حلاوة المولد. شايفين؟ ومقرمشة وجميلة. ولا السمسمية حاجة كده اللهم بارك. ولا الفولية كمان ونتخانقوا عليها. يلا بقى قومي تشجعي كده واعمليها، وربنا يحسن يا حبيبتي ما بين ايديكي، وكل سنة وانتوا طيبين. وبقى ايه، اوعي تنسي بقى تصلي على النبي كتير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين الجمال؟ يلا قومي تشجعي واعمليه، واشوفك ان شاء الله يا حبيبتي في فيديو جديد، واقولك ايه، السلام عليكم.